ربة منزل في مدينة بدر قررت ان هي تخلص على جوزها بمساعدة عشيقها، وبعد ما تأكدوا انه توفى الى رحمة الله مارسوا العلاقة المحرمة جنب الجثة. وما اكتفوش بده، قطعوا جثته 40 حتة ورموها في الزبالة. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الايام اللي فاتت كشفت الاجهزة الامنية عن جريمة قتل صعبة وبشعة، لما سيدة قررت ان هي تخلص على جوزها وتقطع جثته 40 حتة وتحط جثته في 10 أكياس وترميها في مقالب الزبالة علشان كلاب السكك تاكل الجثة وتخفي معالم جريمتها. بداية الحكاية إن ربة منزل متجوزة وعايشة في مدينة بدر، وخلال فترة الزواج بدأ الزوج يجيب ابن عمه لمنزل الزوجية علشان خاطر يتغدى عنده ويشرب شاي مرة في 2 في 3. الوقت ده ابن عم جوزها بدأ يلمح لها بأنه معجب بيها وبيحبها ونفسه يكمل حياته معاها. مرة في التانية رجلها جت في الخية وبدأت تكلم العشيق اللي هو ابن عم جوزها ليل ونهار. حبوا بعض واتعلقوا ببعض، وكل ده الزوج المخدوع في عالم تاني وفي دنيا تانية. الزوج المخدوع ما كانش متخيل ان في يوم من الايام ان مراته هتخونه، وكمان مع ابن عمه اللي امنوا على بيته ودخلوا منزله. بدأت العلاقة بين ربة المنزل والعشيق تتطور اكتر فاكتر، لحد في يوم من الايام ما قرروا ان هم يمارسوا العلاقة المحرمة داخل منزل الزوجية. الزوج نزل من الشغل والزوجة اتصلت بعشيقها: تعالى جوزي مش موجود. حضر على الفور وبدأوا يمارسوا العلاقة الجنسية على سرير الزوجية غير شرعية بين الزوجة وعشيقها. استمرت 2 أو أكتر. كان الزوج وقتها مش حاسس بأي حاجة وكان عايش حياته طبيعي، والزوجة أوقات تدي حقوق شرعية وأوقات لا، لكن كانت مكرسة حياتها كلها لعشيقها وإن هو يستمتع بيها وهي تستمتع بيه. الوقت ده الزوجة طلبت الطلاق من جوزها لكنه رفض. انا ما اقدرش استغنى عنك وانت حياتي، ازاي تطلبي مني الطلاق؟ اللي انت عايزاه انا اعمله لك لكن ما تسيبينيش ابدا. الزوجة اصرت على الطلاق، الزوج رفض. الزوجة جالها خطة جهنمية وعرضتها على العشيق. الزوجة قالت لعشيقها: ايه رأيك نخلص عليه ونقطع جثته ونرميها في الزبالة علشان خاطر محدش يحس بينا ولا يكتشف جريمتنا. اتفقوا على يوم يخلصوا على الزوج المخدوع. الصيدلية وجابت مواد مخدرة وحبوب منومة، ولما حضر الزوج المخدوع للمنزل الزوجية طلب منها أكل. قالت له: من عينيا الاتنين. قالت له شاي، وكانت حاطة الحبوب المنومة جوه الأكل وجوه الشاي. ولما الراجل أكل وشرب الشاي غاب عن الوعي. اتصلت الزوجة بعشيقها قالت له: تعالى بسرعة، جوزي دلوقتي فاقد الوعي والفرصة جات لنا. فتحت الزوجة لعشيقها وهو معاه عصاية خشبية وبدأوا يضربوا على دماغ الزوج المخدوع لحد ما تأكدوا ان هو توفى الى رحمة الله. مارسوا العلاقة المحرمة جنب جثة الزوج المخدوع، وبعد ما استمتعوا ببعض قرروا ان هم يشدوا الجثة من أوضة النوم لحد الحمام، وباستخدام ساطور وسكينة بدأوا بالإيدين والأطراف لحد ما قدروا إن هم يقطعوا الجثة ل40 حتة. نفذوا جريمتهم ورموا الجثة في مقالب الزبالة. عدى يوم في التاني، وبعد كده أسرة المجني عليه بدأت تحس إن هو غايب عنهم. قرروا إن هم يروحوا للزوجة: فين جوزك؟ مختفي ليه؟ قالت لهم: معرفش. قالوا لها: يلا نبلغ البوليس. راحت معاهم على اسم الشرطة تبلغ عن جوزها انه متغيب وهي اللي قتلاه. الأجهزة الأمنية قدرت ان هي تفرغ كاميرات المراقبة، وقتها انهارت الزوجة واعترفت تفصيليا عن الواقعة وتم إلقاء القبض عليها. والنيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكمان حبست العشيق 4 أيام على ذمة التحقيقات. خلال الأيام اللي جاية هتحصل تفاصيل أكتر في الواقعة. تابعونا هنا علشان نقدر نقول لكم كل جديد. شكرا.